هولي لاند لارك A1 تقريبا من ارخص انظمه المايك اللاسلكي اللي ممكن تلاقيها من الموبايل بتاعك، او يعني عشان نكون محددين هو اجود ارخص مايك. هتاخد جوده عاليه في كل الظروف، والصوت اللي انت بتسمعه ده طالع منه جميل مش كده؟ كمان سهل جدا في استخدامه. كل اللي هتعمله انك هتاخد الريسيفر من العلبه بتاعتك، هتوصله بالموبايل وهتدوس على الزرار ده لمده 6 ثواني علشان توصله بالموبايل، واول ما يتوصل هتاخد المايك الصغير هتشيل جزء منه المغناطيس اللي ورا ده وهتثبته على القميص بتاعك، وبكده تبقى جاهز تسجل صوت نقي لاسلكي. الحاجه اللي بجد مبهره في اللارك A1 هي ان مدى الارسال بتاعه بيوصل ل 200 متر او 650 قدم يعني، ودي مسافه كبيره جدا لجهاز لاسلكي صغير زي ده. فلو عايز تصور لقطات من بعيد وفي نفس الوقت يكون الصوت نقي، اللارك A1 هيخليك تعمل ده. طبيعه شغلي كصحفي بنروح اماكن نعمل لقاءات في اماكن دوشه، هنا مش هتتضايق لما بتصور في اماكن دوشه. كمان لو المصدر بتاعك بعيد وانت بتسجل له الصوت هتقدر توصله بسهوله. ميزه حلوه في اللارك A1 كمان هي خاصيه عزل الضوضاء الذكيه. في 3 مستويات للعزل، هم ضعيف ومتوسط وقوي. تعالى نعمل تجربه ونشوف في الحياه الحقيقيه بيعمل ايه. اساس اي مايك وايرلس حاجتين اتنين، ان انا اعتمد على المسافه الطويله بتاعته ان هو يغطي لي ويجيب لي صوتي بشكل كويس من مسافه بعيده، والحاجه الثانيه ان هو يعزل الصوت ويوضحه حتى في وسط الزحمه، في وسط ناس كتير وعيال بتعيط، الصوت يكون واضح وصوتي يكون معزول عن الخلفيه. في نفس الوقت يكون بالحجم الصغير ده، علبه صغيره يا دوبك يتحط في الجيب بمنتهى السهوله. الحقيقه عظمه، ومع تطبيق لارك ساوند ممكن تتحكم في اعدادات تاني زي مستوى الصوت ونظام القنوات سواء ستيريو او مونو، وصدى الصوت وحتى الريفيرب اللي بيقطع نهايات الحروف موجود وجامد جدا الحقيقه. الهولي لاند لارك A1 بكل اللي بيقدمه ده بسعر بيبدا من $45، يعني حوالي 160 درهم اماراتي للديول، والكومبو بيجي بحوالي 240 درهم، يعني اقل من $69. حاجه كده بصراحه ببلاش.